تعالى وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما اجتماعنا إلا لنتذكر شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى وما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن نجد أثر ذلك في قلوبنا وأن يوفقنا ربنا لكل خير، فإن خير ما يؤتاه المرء هو العلم النافع الذي يثمر له العمل الصالح. ولذلك شرع له في أذكار الصباح دون المساء أن يقول إذا ذكر الله تعالى صباحا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه من أذكار الصباح الثلاث التي يقولها العبد إذا أصبح، لأنه لا يحتاج في يومه إلا إلى هذه الثلاث: علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وأما دون هذه الثلاث فإنه مضيعة للوقت. ولذلك يغتنم المرء إذا رأى مثل هذه المجالس التي يجتمع فيها أهل الإيمان على طاعة الله، يذكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ويذكرون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرجون من الله سبحانه وتعالى أن يحييهم وأن يميتهم عليها، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. موضوع الليلة إن شاء الله تعالى يتعلق بحال نحن فيه وعبادة عظيمة قد أقبلت علينا، وهذه العبادة إنما يختار الله سبحانه وتعالى لها من يشاء من عباده، وهي عبادة الحج. وما أدراكم ما الحج؟ والحج كما تعلمون هو الركن الخامس من أركان الإسلام، قد فرضه الله سبحانه وتعالى على القادر المستطيع، ولذلك ربطه الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة في قوله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ثلاث: الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية وأمن الطريق، أي أنه يكون قادرا في بدنه. والقدرة البدنية حدها عند الفقهاء أن يثبت على الراحلة، بمعنى أنه إذا ركب مركوبا فإنه لا يسقط منه حتى يصل إلى المشاعر ويطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى. وأما القدرة المادية فهو ما يكفيه من الزاد الذي يبلغه إلى هذا الحج، وما يترك من المال لأهله من بعده. وأما أمن الطريق فهو أن لا يخاف لا على نفسه ولا على هذا المال الذي يأخذه منه من أهل الحرابة قطاع الطريق الذين يسطون على الحجاج خاصة. فهذه الشروط الثلاث لمن توفرت فيه، فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد أوجبوا على صاحبها فورا أن يذهب إلى الحج، لأنه قد كلف به. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشدد في هذه المسألة، حتى أنه ذكر عنه أنه كان يضرب الجزية على الذين يستطيعون الحج ولا يحجون، وقال: اعتبر ذلك نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، أي ضحوا في أي ملة شاء، ما دام قد استطاع الحج ولم يحج فإن هذا الإنسان ليس على الإسلام. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد فرض الحج مرة في العمر بهذه الشروط الثلاث. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالحج، قام رجل فقال: يا رسول الله في كل عام، فأعادها مرة ثم مرة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، أي لوجبت على الناس أن يحجوا في كل عام، ولكنها مرة في العمر. ومعنى الحج أي القصد، يقصد. ما الذي يقصد؟ يقصد بيت الله سبحانه وتعالى. والحج إذا أطلق
فإن له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالمعنى اللغوي هو القصد، تقول حججت إلى بيتك أي قصدت إلى بيتك، تريد بذلك أن تروم بيت الحاج إليه. وأما معناه الاصطلاحي فله معنيان، وهو الحج الأكبر والحج الكبير. وقلنا الأكبر لأن الله سبحانه وتعالى قد بينه في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وأذن في الناس، قوله سبحانه وتعالى الحج الأكبر وش الآية؟ يوم الحج الأكبر، الآية التي قبلها ذكر الله سبحانه وتعالى أنه فرض أو أنه وأذن في الناس، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الحج الأكبر هذه صيغة مفاضلة، ولا تفاضل إلا بين المتماثلات كما يقال، لا يقال الأكبر والأصغر، هذا خطأ، لأن الصغير لا يتفاضل مع الكبير، الصغير صغير والكبير كبير، وإنما يقال الصغير والأصغر والكبير والأكبر والحسن والأحسن والكثير والأكثر، هذه هي المفاضلة. فلما علمنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحج الأكبر فهمنا بمفهوم التضمن أن الحج على قسمين، حج أكبر وحج كبير. فأما الحج الأكبر فهو الحج الذي يريده الله تعالى من الأركان الخمسة من الإسلام، ولذلك إذا أطلق الحج بالألف واللام صارت فيها عهدية، أي الذي تعهدونه في أذهانكم مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج الأكبر هو الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه الحج عرفة، الحج عرفة أي النسك الذي فيه الوقوف بعرفة، هذا يسمى الحج الأكبر. وهذا التعريف عند المناطق هو التعريف بالحد، يعني عرف الحج بحد لا يدخل فيه غيره ولا يشاركه فيه غيره. نعطيك أنا أقول لك عرف لي حاجة، تعطيني واحد الحاجة فذاك التعريف حتى حاجة ما تشابهها، حتى حاجة ما تشاركها، يسمى التعريف بالحد. كقوله الحج عرفة، الحج وش هو الحج؟ هو عرفة، لأن عرفة الوقوف بها ركن من أركان الحج ليس إلا في الحج، ما كانش غير في الحج، فلذلك عرفه بهذا الركن الذي لا يشاركه فيه غيره. ثم الحج الكبير وهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى وهي العمرة، ولذلك يسمى أو تسمى العمرة حجا، لأن المقصود بها قصد بيت الله للاعتمار. ومعنى الاعتمار بمعنى أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. ومقصودنا من هذا الكلام هو ذكر الحج الأكبر الذي هو فرض على المسلم مرة في العمر. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة في الإسلام، واعتمر 4 عمرات على الصحيح. وحجته صلى الله عليه وسلم كانت حجة الإسلام وحجة الوداع في نفس الوقت، حيث حج وعلم الناس الحج، ثم مات بعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار في حجه إلى ذلك بقوله بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. وموضوعنا ليس هو أحكام الحج، وإنما هو روح الحج ومقصود الحج، هذه الرحلة العظيمة التي هي رحلة العمر، رحلة يسعى فيها العبد
إلى أن يجدد العهد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في أعظم المشاعر والمواقف. ولذلك الحج يعتبر رحلة العمر، الرحلة التي لا بد أن يسعى إليها كل من كلفه الله سبحانه وتعالى بالحج. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد ذكرنا بالحج، ذكرنا بشروطه وأركانه ومقاصده، فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة العظيمة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. أمر الله سبحانه وتعالى أهل هذه الرحلة أن يتموا حجهم لله، وهذا المقصود الأعظم من كل عبادة، أن تكون لله خالصة، أي لوجهه سبحانه وتعالى، لا يراد بها الدنيا ولا يراد فيها الدنيا، وإنما الدنيا تأتي تبعا لمقصود وجه الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الحج قد يكون ظاهره لله وباطنه لغير الله سبحانه وتعالى، وهذه حقائق الأعمال التي لا بد على كل مسلم أن يصححها قبل أن يبدأها، لأن العمل قد يكون في ظاهره لله ثم يطرأ عليه ما يحيف وما يغيره عن مقصود الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان حج ولكن في الحقيقة لم يحج، وكم من إنسان قصد وذهب وسافر ولكن في الحقيقة لم يحج. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقصد البيت الحرام بحجة أو عمرة أظهر هذه النية التي هي قصد وجه الله سبحانه وتعالى، فيقول: لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ومعنى الرياء أن تعمل العمل تريد به ثناء الناس، ومعنى السمعة أن تعمل العمل تريد به أن تسمع الناس. يعني تروح للحج وأنت قصدك أن يراك الناس فيمدحونك على هذا الحج فيسمونك الحاج، أو أنك تعمل العمل وتريد به أن يسمع عنك الناس فينادونك بهذه الألقاب. ولذلك الحج أمره عظيم، فأمر الله سبحانه وتعالى بإتمامه لا بأدائه. ولهذا قال ربنا: وأتموا الحج، ولم يقل وأدوا الحج، لأن إتمام الحج أن يكون الظاهر موافقا للباطن. تخرج جنتايا من بيتك إلى هذا البيت العظيم لا تريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ومن وسائل كون الحج لله سبحانه وتعالى أن تكون وسيلته لله سبحانه وتعالى، وهو المال الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فما دام قد أمرك الله تعالى بإتمام الحج فلا بد أن تتم وسيلته، وهو المال الذي يوصلك للحج. والمال هذا لا بد أن يكون من جنس مقصود العمل، لأن الشريعة قد ذكرت القاعدة العظيمة، وهي أن الوسائل لها أحكام
المقاصد. فالمقصد أن يكون الحج لله، فلا بد أن تكون الوسيلة لله، فلا يجوز لك أن تحج بمال حرام. وهذا يفهمك ويشعرك بعقلية بعض الناس الذين لا يبالون بمصادر أموالهم أمن حلال هي أم من حرام، ويظنون أن هذا الحج سيمسح عليهم هذه الآثام والرزايا التي ارتكبوها في جنيهم للمال الحرام. من حج بمال حرام فكثير من الفقهاء لم يرى جواز حجه ولا قبوله عند الله، وقد قالوا في ذلك قالوا من حج بالحرام فإنه لم يحج، ولكن حجت العير، أي الدابة التي قد ركب عليها هي التي حجت، أما هو فإنه لم يحج، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا الأمر لا بد فيه للعبد من النظر وحسن اختيار المال الذي يحج به لله سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى وسيلة حرام لأداء مقصد حلال، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. أما من ظن أن الغاية تبرر الوسيلة فإن هذا مخطئ. ولذلك أمر الله بإتمام الحج والعمرة له سبحانه وتعالى بتحصيل الوسيلة التي تعين على صحة المقصد. فلا يجوز الحج بالحرام، لأن الحج بالحرام حرام، فيصبح الحج بذلك حراما. ومن كان يظن أن مقصود الحج هو أن يصل إلى البيت ولو بالحرام فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن هذا مخطئ، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرك بالتخلص من الحرام قبل أن تأتي إليه لتعيد العهد معه سبحانه وتعالى. ولذلك من كان عليه دين ولم يأذن له صاحب الدين بالحج فلا حج عليه. لكن عنده دين عند الناس يتسلوا وليسالوا له قالوا له ما نسمحوا لكش تروح للحج، هذا لا يجوز له أن يذهب للحج ولو كان المال الذي بين يديه حلالا، لأنه حق لغيره. فإرجاع الدين حقوق الخلق أولى في هذا المقام بالذات من حق الخالق سبحانه وتعالى، لأن حق الخالق قد يتجاوز عنه لمسألة الإحصار التي سنتكلم عنها. أما الناس فإنهم يطالبونك بحقهم حتى ولو انقطعت عن هذه الدنيا. لذلك الدين يتبع صاحبه، فإذا كان الإنسان له ديون عند غيره وجاءه الحج فإنه لا بد عليه أن يستأذنهم، فإن أذنوا له فإنه من باب السماحة والعفو، وإن لم يأذنوا له فليس عليه الحج، وإنما الواجب عليه أن يرجع الدين الذي في رقبته. وهذا هو الإحصار الذي قد ذكره الله تعالى في هذه السورة بالذات. هذا بالنسبة للمال الحلال الطيب الذي هو عندك من غيرك، فمن باب أولى أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى من كان ماله حراما والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فإن أذن لك صاحب الدين قال لك معليش روح ومول الحج خلصني، ولكن تولي معليش ساهم، فهذا قد تفضل عليك، وهذا من نعمة الله تعالى عليك، فقد أجاز لك الحج، فيصبح الحج بذلك لك جائزا. أما المال الحرام فحرام على صاحبه،
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأتموا، فإتمامه أن تأتي به لله خالصا، وأن تأتي بوسيلته الحلال وهو المال الطيب. فإن أحصرت، ومعنى أحصرت بمعنى منعت، والمنع هذا إما منع شرعي أو منع كوني، بحيث قام لك أهل الديون فمنعوك من الذهاب للحج، فالواجب عليك أن ترجع الدين قبل أن تحج. ولذلك الله تعالى على سبيل المثال يغفر للشهيد كل شيء. الشهيد ربي يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين ما يغفرلوش. الشهيد الذي يشفع ل70 من آل بيته، الشهيد الذي يرى مقامه في أول دفقة دم، الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن، الشهيد الذي يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، الشهيد الذي جعله الله تعالى مع النبيين والصديقين والصالحين، الشهيد الذي أجسادهم في حواصل الطير تطوف حول الجنة تنتظر متى يدخلها، الشهيد الذي لا يفتن في قبره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى ببريق السيوف فتنة. الشهيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى مدافعا عن هذا الدين، ورأى الله سبحانه وتعالى منه الإيمان فاشترى نفسه، هذا يغفر له كل شيء إلا الدين. إذن ما نلعبوش بالديون. والدين أخي الكريم دين 1000 فرنك ولا مليون ولا 100 مليون، اللي سلك 20 ضرورة راك مسلم للرقبة تاعك له، لأن بعض الناس يماطل. وش معناتها يماطل؟ من بعد ساهل دوك نقضي وشنو هذه 100,000 برك أقدر عليها. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة عن بعض الصحابة لوجود الدين، 3 دراهم برك و3 دنانير، ما كاش الدين لا يسمح لصاحبه، فلذلك لا يتهاون المرء في الدين أبدا. ومن كان في رقبته دين فإنه يحرص قدر المستطاع على أدائه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ما دامت النية صادقة لقضاء هذا الدين. فإتمام الحج على هذين الأمرين، المال الطيب والمقصد الطيب، وذلك لأن الحج لا يتأتى لأي أحد من الناس، وإنما لمن كان له شيء من المال، فكأنما تزهو نفسه إن وفق لهذا العمل دون غيره من الناس. فلذلك يحتاج فيه المرء إلى تصحيح النية وإلى عقدها لله سبحانه وتعالى. والحج في حقيقته هو قصد الله سبحانه وتعالى لأداء نسك معلوم في أيام معلومات مع الوقوف بعرفة. قصد الله تعالى سبحانه وتعالى لأداء نسك معلوم، قصد بيت الله تعالى لأداء نسك معلوم في أيام معلومات مع الوقوف بعرفة. وذلك أن الحج مرتبط بزمان، بخلاف العمرة وقتها متاح في كل أيام السنة. أما الحج فإن الحج له وقت معلوم. الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو الحجة، هذه الثلاث. يعني شفت شوال اللي مر معنا واللي كان هذاك بالتماك يبدأ الحج اللي هو من رمضان، لأنه يستطيع للمتمتع أو القارن أو المفرد أن يدخل إلى البيت الحرام من شوال، هو يعقد النية، المهم ما يخرج من الحرم، يدخل من شوال
لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى حجة، لبيك اللهم عمرة قارنا بها إلى حجة، لبيك الله بحجة. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في تفضيل الإفراد. يقول لك المفرد خير من المتمتع والقارن عند الإمام مالك. علاش؟ قولوا لي علاش؟ يعني كيفاش؟ يعني يبقى في العبادة، أحسنت، يبقى في العبادة ما دامت أشهر الحج موجودة. تخيلوا انتوما كي تدخل انت يا متمتع، شوف متمتع مثلا دير العمرة تاعك وتعاود تنحي وتلبس وكذا، كي يجي وقت الحج تعاود تدخل بالحج. القارن كيف كيما وسمو كيما المتمتع، إلا أنه يسوق معه الهدي، ويبقى بالإحرام تاعو، يسوق معه الهدي، معناتها يجيب هذيك الحاجة اللي يذبحها من داره، من يوم يخرج من داره حتى يوصل، يسمى الهدي. والهدي هو ما يهدى للكعبة والحرم. وكانت عادة الناس في الجاهلية وفي الإسلام أنهم يجعلون لها شعائر، هذه البدن يجعلونها شعائر، علامات، العلامة يشقون سنامها، يقطعوا لابوس تاعها ويخليوا الدم يسيل، ويجعلون شيئا في رقبتها من القلائد وغير ذلك. فإذا رؤيت من بعيد علمت أنها من هدايا الحرم، فلا يتعرض لها لا بركوب ولا باقتناء ولا بصيد، لأنها هدايا الحرم. أما المفرد من اللي يدخل وهو بالإحرام تاعه ما ينحيش كاع الإحرام. فتخيلوا لو أن إنسانا دخل في شوال، نقولوا دخل 5 شوال كامل هو بالإحرام، والإحرام لباسا وإحراما، معناته هو راهو محرم، راهو في النسك. ذو القعدة كامل بالإحرام، مفهوم؟ ذو الحجة السمانة الأولى كامل بالإحرام، يبدأ 8 تروية، 9 عرفة، 10 باش يقدر ينحي الإحرام تاعه. يعني تخيلوا تقريبا 2 و15 يوم وهو بالإحرام تاعه. يقول الإمام مالك وهو أفضل النسك. علاش؟ لأنه يبقى في عبادة الله ويحرص على ألا يمس شيئا من الدنيا. فهمت المقصود وينه؟ يبقى غير في العبادة، لأن المقصود بين الإحرام شنو هو؟ سنتكلم عنه الآن. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بإتمام الحج والعمرة لله سبحانه وتعالى بين أن الإنسان قد يحصر بمعنى يمنع، وهذا المنع منع مادي أو منع معنوي. فالمنع المادي مثلا كأهل الديون الذين يريدون حقهم منك فلا تستطيع بذلك أن تحج. وكذلك هناك موانع معنوية كالمرض مثلا، إنسان يكون في الحج ويصيبه مرض بحيث لا يستطيع أن يتم حجه أو لا يستطيع أن يبدأ حجه، وهذا الله سبحانه وتعالى إذا لم يبدأه فإنه لم يكلفه، أما إذا بدأه فإن الله سبحانه وتعالى قد رتب عليه دية أو فدية، قد رتب عليه فدية على حسب نوع الأمر الذي قد حصره، أي على حسب الأمر الذي قد منعه، وذلك حتى يتم الحج لله سبحانه وتعالى. فإن وجد في حجه نقص فإن الله قد جعل له ما يجبر حجه. ربي جل الحاجة اللي تغطي بها الجبيرة، يغطي بها ذاك النقص تاع الحج تاعه. ولذلك الحاج مقصوده من الحج ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللي راح للحج وما رفثش وما فسقش يرجع من الذنوب تاعو كيوم بالفتح ولدته أمه، كما اليوم اللي ولدته فيه يماه. من حج أي من قصد بيت الله
للطواف به والسعي بين الصفا والمروة في هذه الأشهر التي شرع الله تعالى فيها الحج، ووقف في اليوم 9 من الحج في عرفة، فإنه يرجع من ذنبه وقد موحي له كل شيء، محال ربي نقال ربي كل شيء، رجع من ذنوبه كيوم. يوم هنا ظرف مبني على الفتح وهو في محل جر. علاش؟ ولدته، ولدت هنا فعل ماضي، والفعل الماضي يعرب ولا يبنى؟ يبنى، ولذلك تناسب أن يكون المبني مع المبني، مفهوم هذه؟ ولذلك الأنسب في الحديث أن يكون بالفتح على وجه البناء ولو كان في محل الجر، لأن الكاف حرف جر، فإما يكون بعده يكون مجرور، ولكن هذا لما كان ظرفا فإنه بني على الفتح، وناسب أن يوافق الذي بعده. هذه المناسبة دائما تكون عند المجاورة، عند الاقتراب، مفهوم هذه؟ كقوله جحر ضب خريب ولا خريب؟ إذا كان يعود إلى الجحر فهو خارب، وإذا كان يعود إلى الضب فهو خارب، والأنسب هو الكسر، لأنه قد ناسبه وقد لاصقه. ولهذا قال أهل العلم كيوم ولدته أمه، كما اليوم اللي ولدته فيه يماه، صفحة نقية بيضاء جديدة. وهذا الشيء يا إخوان يظهر في ذلك العهد والوعد الذي يبرمه العبد مع ربه وهو يقصد الحج. لذلك إذا أتى إلى الإحرام المكاني اللي هي مواقيت الإحرام، والإحرام قسمين: إحرام زماني وإحرام مكاني. إذا جاء لك البلاصة هذيك اللي هي مواقيت الحج، الميقات، احنا شو عندنا في الإسلام المواقيت؟ عندنا 5 مواقيت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهن: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. كل واحد يحب الحج ولا يحب العمرة لازم عليه يجوز في واحد البلاصة تسمى ميقات، معناتها من هذاك الوقت، من هذيك الدقيقة كي تجوز عليها التمك عقد النية تاعك وقل له: يا ربي راني دخلت درك في الإحرام، دوك راني دخلت في الإحرام، يا ربي راني دخلت دوك في الإحرام. يسمى الميقات المكاني، وهو 5 اللي يجيو من المغرب. احنا عندنا رايحين لجدة، نروحوا مباشرة لجدة باش ندخلوا نحرموا في السماء في واحد البلاصة واسمها الجحفة، هي 200 كيلو على مكة، والآن تسمى رابغ، وسميت جحفة لأن السيل كان قد جحفها فيما مضى. اللي يجيو من نجد وكل ما علا فهو نجد، ونجد تبدأ من شنو؟ تبدأ من فوق وانت رايح، تبدأ من القصيم وانت رايح. اللي يجيو من نجد وين يحرمون في قرن المنازل اللي هو السيل الكبير، وهو حوالي 83 كيلومتر على ماذا؟ على مكة من جهة الطائف. اللي يجوا من المدينة ومن جهة المدينة يحرمون بذي الحليفة تصغيره حلفة، الحلفة تكون كبيرة وحليفة صغيرة، وهو أبعد المواقيت 430 أو 450 كيلو، وهو إحرام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس اليوم تسميه آبار علي نسبة إلى شنو هو علي؟ شنو هو علي؟ علي شنو هو علي؟ علي أبو دينار سلطان دارفور حوالي 1880 هيداك كان جايز من هذيك المرحلة من هذاك المكان دارفور جنوب السودان. شفتوا علاش داوها النصارى؟ على بالكم علاش داوها النصارى دارفور؟ قال لك فيها اليورانيوم. كاذب. إنما المراد هو الإسلام، لأن سلطانة دارفور كانت شوكة في حلوق النصارى،
كانت مملكة عظيمة تنشر الإسلام وتحارب النصرانية، ولذلك هذا الحنق الذي في قلوبهم يبقى، لأنهم أمة يقرؤون تاريخهم ويعرفون ما الذي يريدون، وأما نحن فلا نعرف إلا ما يملى علينا. ولذلك هذا السلطان علي لما مر على آبار علي وطلب ماء ما لقوش عنده الماء، فأمر بحفر الآبار بماله، فنسبت الآبار إليه فيقال آبار علي. وبعضهم يقول أن عليا اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل فيها جيشا عرمرما من الجن وقتل منهم وضرب، وقد ضعف ذلك كل العلماء رحمهم الله تعالى وبينوا بطلان هذه القصة وأنه لا يصح من ذلك شيء. وكذلك من أتى من اليمن لجاءوا من الجنوب راح لليمن يمرون على يلملم، وتسمى اليوم بشنو؟ بالسعدية. نعم. ومن أتى من جهة العراق فإنهم يمرون على ذات عرق. هذه هي المواقيت كي توصل من تما كنت جاي من ذاك الطريق تاعها وتمر عليها فإنك تحرم فيها، لتماك تبدأ الإحرام تاعك، من تم تبدأ الإحرام، وما كاش ركعتي الإحرام وصلاة ركعتين أو صلاة إلا في ميقات ذي الحليفة فقط. أما بقية المواقيت الأربع فإنك تمر فقط وتعقد النية، ما تحبش. علاش؟ لأن ميقات ذي الحليفة اللي هو آبار علي يجوز عليه واحد الواد مبارك واسمه واد العقيق. هذا واد العقيق يمتد من المدينة إلى الطائف. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أتاه نزل عليه جبريل فقال إنك بوادي مبارك فقل حجة في عمرة أو قل عمرة في حجة. فلذلك بقية المواقيت تجوز فقط. لكن علاش التماك تحرم؟ التماك يبدأ الإحرام تاع الإنسان. ما هو الإحرام يا إخواني؟ وشنو هو الإحرام؟ كي يقول لكم الإحرام، ما هو الإحرام؟ الإحرام ليس هو لباس الإحرام. الإحرام ماشي هذيك الفوطة البيضاء تلبسها، هذا خطأ. الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام معناتها يا ربي من هذه الدقيقة أنا نويت ودخلت في العبادة هذه اللي هي حجة ولا العمرة تاعي. علاش تقول هكذاك؟ وعلاش قلبك يقول في هذه اللحظة وفي هذاك المكان؟ أولا لأنه شرع في ذلك المكان، ثانيا لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، ثالثا لأن بمجرد أن تعقد النية للإحرام فإن أعمالا كانت حلالا عليك وش تصبح حرام عليك. كي تقول أنت يا ربي هاد الدقيقة راني نويت واحد الأعمال كانت مباحة لك تقدر تديرها، من هذيك الدقيقة الإحرام. وهذا هو العهد الذي يطلبه العبد من ربه. أو هنا بدأ يبين العبد لربي سبحانه وتعالى باللي يا ربي راني جاي تائب، راح ندير هذه الرحلة التي هي رحلة العمر حتى تتوب عليا، حتى تمحي لي الذنوب تاعي، حتى تكفر عني السيئات، حتى نعاهدك أني ما نزيدش نعاود نغلط يا ربي. صح، وقتاش تبدأ هذه؟ من هذيك اللحظة. لذلك بعض الناس يعتقد مثلا أنه يكون في الفندق ويلبس الإحرام معناتها ودخل، ما زال لا البس الإحرام تاعك ما زال. وقتاش يبدأ الإحرام تاعك؟ كي تروح للميقات. ميقات وقت يوقت، فهو من التوقيت، هو التوقيت المكاني. وش هي الأمور اللي كانت عليك حلالا أصبحت حراما؟ هي ما يسميه الفقهاء بمحظورات الإحرام، اللي هي الحاجة اللي ما لازمش تديرها وانت دخلت في النسك. لماذا يا إخواني؟ لأنك تظهر الحاجة والفاقة والعبودية لله سبحانه وتعالى. يا ربي راح نتخلى على هذه الدنيا هذه، نخليها موراي. الدنيا هذه اللي خلطت فيها، الدنيا هذه اللي عصيت فيها، الدنيا هذه اللي ما أقمت شرعك فيها، الدنيا هذه
اللي طيحة ونوضة فيها يا ربي من هالدقيقة راح نخلي قاع البنية ونجيك كيما أمرتني وكيما خلقتني من أول ما خلقتني، حتى نعاهدك يا ربي باللي ما نعاودش نولي للمعصية. ولذلك يحرم عليه بمجرد أن يعقد النية في الإحرام أن يلبس الماخيط، يلبس حوايجه. حرام عليه يلبس حوايجه، ما تلبس حوايجك. واش تلبس الفوطة اللي هي الإزار والرداء، وهي ما يسميه العرب الحلة. والحلة عند العرب ما كان رداء وإزارا، الرداء اللي يغطيك من الفوق والإزار اللي يغطيك من التحت. والمخيط كما قال أوزاعي بمعنى المحيط، ماشي معنى المخيط، لأن الإحرام راح تلبسه مخيط لكن ما راهوش مفصل. حسن سيدي، راهو مخيط بصح ما راهوش مفصل. فالمنهي عنه أنك تلبس لبسة، تلبس تريكو، تلبس سروال، تلبس شاشية، تلبس فيستا، شيء يفصلك مما يسمى لغة وشرعا باللباس. والمقصود من اللباس ما وقاك الحر والقر، الذي يقيك البرد ويقيك السخانة، هذا هو اللبسة. ما تعاودش تلبس اللبسة. واش تلبس فوطة. علاش؟ لأنه لا يجوز لك أن تتعرى، ما تتعراش، ما تروحش انت عريان، لأن الله تعالى قد أمرنا بأن نستر عوراتنا لا سيما إذا يممنا مساجده. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ذكر فيها تفاسير، كلها تفاسير تنويع. أقل ما فيها استروا عوراتكم، أقل حاجة. لما؟ لأن الجاهلية الأولى كانوا إذا قصدوا البيت طافوا عورات أنا بالتاء المربوطة فتقول عراه، هكذا يطوفون عورات. علاش؟ خاطش القرشيين الذين كانوا في الكعبة ولهم السدانة مع خدمة الكعبة، كانوا يكذبوا عليهم، شرعوا من أنفسهم واحد الشريعة، قال لهم: انتم راكم جايين لبيت ربي، عرفوا بلي بيت ربي، وقد عصيتم الله بهاته الملابس التي لطختموها بالمعاصي، فإن الله لا يقبل منكم، فلا بد عليكم إما أن تطوفوا بلباس الحمص، وإما أن تطوفوا عريان عراه. والحمس هم أهل الرفادة والقيادة والسقاية وخدمة البيت، وهم الذين تحمسوا لخدمة البيت من بني عبد المطلب وبني عبد الدار وغير ذلك، مما قد جعل الله سبحانه وتعالى لهم خبرا في القرآن الكريم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. هم زعموا أن خدمتهم للبيت تشفع لهم عند الله، فبين الله أن هؤلاء على الشرك حتى ولو خدموا بيته. ولذلك قالوا للناس: لا يجوز لكم أن تطوفوا إلا بلباسنا، لباس حمس، لأنهم تحمسوا لخدمة البيت، فكانوا يبيعون هذا اللباس بأثمان باهظة جدا لا يقدر عليها إلا أشراف العرب، ومن لم يستطع أن يشتريه فإنه كيفاش يطوف عريان. فلذلك كانت المرأة تطوف عارية وتستر فرجها وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. فلما دخل صلى الله عليه وسلم سيد الأخلاق وإمام المتقين وهدم الأصنام، نادى في الناس ألا يطوف بالبيت عاريا. ما زيش تطوفوا بالبيت انتم عورات، ما زيش تطوفوا بالبيت انتم عورات، لأنها ليست من ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، وإنما هذا من دين قريش التي وضعته
تريد بذلك أن تأكل أموال الناس بالباطل. فلذلك الإنسان إذا أحرم من ذلك الوقت يقول له يا ربي أمور كانت علي حلال أي ولت علي حرام، حرمتها على نفسي بما حرمتها علي، حتى أعاهدك أني لا أتلطخ في هذه العبادة بشيء من الدنيا، وإنما أتفرغ لعبادتك وقصد وجهك والتركيز على المعاصي والذنوب التي قد اقترفتها. ولذلك ينهاه الله تعالى عن لبس الإحرام، عن لبس اللباس، وإنما يلبس لباس الإحرام هو المحيط فقط. وينهاه عن التطيب وعن قص الشعر وعن قص الأظافر وعن اللقطة، وهو أن يرى شيئا ذا ثمن تخفت وتهفت إليه قلوب أوساط الناس فيأخذها. ما تلفتش، تلقى دراهم، تلقى بورتفاي، تلقى بورطاب، تلقى سنسلة، لا تحمله، لأنك لا تهتم بأمر الدنيا، وإنما أنت متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نهاك عن الصيد أن تشتغل به وأن تتتبعه، لا سيما وأن الصيد يغفل صاحبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تتبع الصيد غفل. ونهاك عن قطع الأشجار لأن ذلك يلهيك، ونهاك عن الخطبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. مع أنت ما تزوج، ما تخطب، ما تدخل بالمرأة. علاش المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أن تتفرغ لله. يا ربي راني جايك والدنيا رميتها موراي، كل حاجة تلهيني عنك يا ربي ما نديرهاش، فإذا اقترفتها فإن الله يرتب عليها دما، يرتب عليها كفارة اللي هي الدية يدفعها هذا المرء. مفهوم هذه؟ ثم كذلك نهاه الله سبحانه وتعالى عن الحرب وعن القتال وعن تنفير الطير داخل الحرم، الحمام تاع الحرم ما تخلعوش. كل ذلك ما المقصود منه يا إخوان؟ المقصود منه أن يتوجه بحاله إلى الله كما توجه بنيته وقاله إلى الله يوم أن أخلص العبادة له بحسن قصد النية وذكر النسك. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة النية يذكرون القاعدة أن النية محلها أين؟ وين النية؟ محلها القلب. فعلى ما يتلفظ بها في العمرة والحج؟ علاش؟ لأنه مقصود التوجه، أن تجمع في هذه العبادة بين التوجه بالقلب واللسان والحال، تبين قلبا وقالبا وحالا أنك لله. شفت علاش يحصر على رأسه فلا يضع شيئا على رأسه، لا قبعة ولا طاقية، ولا يحمل على رأسه متاعا، ولا يغطي بإحرامه، وإنما يحسر على رأسه عبودية لله حتى يذكره الله تعالى بذلك اليوم الذي خرجت فيه من بطن أمك، لا لباس تلبسه ولا شيء يغطي رأسك. وكذلك حتى يذكرك الله في تلك الساعة النعم التي كانت عليك. يا عبدي أعطيتك النعم، اللباس، العطر، التنظف، الصيد، الخير، ولكنك أبيت إلا أن تعصيني، أبيت إلا أن تستعمل هذه النعم في معصيتي. يا ما لا حب سامح، أروح لي كيما خلقتك أول ما خلقتك، أروح لي وتلك النعم بالك تديرهم. لازم تجي والحال تاعك حال إنسان فقير محتاج عبد. وش تريد من الله سبحانه وتعالى؟ تريد المغفرة، لكن اصبر كذلك. هذاك الحال تاعك ألا يذكرك بشيء آخر؟ وش يفكرك ثالث؟ وش يفكرك؟ يفكرك بالحشر الأعظم، كلكم في صعيد واحد تتوجهون إلى رب واحد سبحانه وتعالى، متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى. ألا يذكرك ذلك بيوم الحشر؟ كذلك لباسك ذاك الذي هو قطعة من فوق وقطعة من تحت، ما الذي يذكرك أيضا؟ يذكرك بالكفن، بالموت،
أنك ستترك الدنيا بما فيها من هذه الزينة ولا تخرج منها إلا بهاتين القطعتين. شفت العبودية الحال. وهنا يا إخواني بالكم مع ربي سبحانه وتعالى. الله عليم بذات الصدور. كان يقول عمر بن الخطاب: من خدعنا بدينه خدعنا. تخدعني أنا بظاهر الاستقامة تاعك، تخدعني، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عبودية الحال من أعظم المقامات عند الله. الله تعالى لما يقرن الدعاء، لما ذكر الدعاء عبادة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين وشنو يستكبرون. مش دخل استكبار، يستكبرون عن ماذا؟ قال عن دعائي، عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. ما علاقة الدعاء بالاستكبار والعبادة؟ لازم تفهم مليح هذا. ثم الدعاء، ما المقصود من الدعاء؟ وشنو الدعاء؟ الدعاء على قسمين: دعاء طلب ودعاء ثناء. لأن الإنسان قد يغفل عن الثناء، فأنت إذا أردت شيئا من رب الأرباب فلا تدخل عليه مباشرة، فأنت بذلك لا تعرف آداب الدعاء. فإن كنت مع البشر ولله المثل الأعلى، إذا أردت منهم شيئا قدمت بمقدمات وشكرت ورفعت المقام وجمعت ولم تفرد، فالله أولى وأحرى سبحانه وتعالى، لأن العطاء منه أولا وآخرا. ولذلك الله تعالى يحب من عبده أن يظهر فاقته في الحال، حاجته في الحال. تعرف الحاجة في الحال معناتها الجسم تاعك، الكور تاعك يبان بلك أنت طلاب لله. باش نفهمها لك بالعامية باش تفهم، تبان باللي طلاب. ولذلك من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء، وهذا متواتر عند السلف. الأصل في الدعاء أن يرفع اليدين، هذا متواتر من أحاديث رسول الله. والتواتر ونقل جمع عن جمع بحيث يستحيل تواطؤه مع الخطأ فضلا عن الكذب. قاعدتك ترفع، علاش ترفع يديك؟ هذا علاش؟ ما المقصود بذلك؟ المسألة يا ربي راني نطلبك، كيما الطلاب اللي يقعد يقول لكم يا خاوتي اعطيني، يا خاوتي اعطيني. مفهوم هذه؟ انت يغيظك، وش يغيظك؟ قد ما تعرفوش، ولذلك قد يخدعك باش بمظهره يلبس مقطع ومسكين هكذا ويمد لك يده هكذا يغيظك. والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ولكن يريد منك أيها العبد أن يرى حاجتك ظاهرا وباطنا. وقد جاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. علاش ذكر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وجبح قاعدك في السفر؟ إنها كلها أسباب استجابة الدعاء. السفر يجيب الدعاء. الأشعث معناتها ليس له وقت لأن يغسل شعره للسفر. أغبر لأنه مغبر حاله، يرفع يديه إلى السماء، الحاجة إلى الله. ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، أي بعيد من يستجاب له. هذه عبودية الحال. أنت هكذاك لما يقصد الإنسان في رحلة العمر، رحلة العمر الحج، يريد أن يظهر لله فاقته وحاجته لله، أن يا رب نجيك وأنا على ظهر العبد. ولذلك هل تستطيع أيها المسلم أن تميز بين الشريف والوضيع في الحج؟ هل تستطيع أن تميز بين الغني والفقير في الحج؟ هل تستطيع أن تميز بين العربي وغير العربي في الحج وأنت تراهم على صعيد واحد؟ مكاش، كلكم سواسية، لأنكم عبيد لله. جئتم وأنتم ترجون مغفرة الله بإظهار العبودية في حالكم وقالكم ومقاصدكم. ولذلك الإنسان يقصد بذلك هذا الأمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من طاف بهذا البيت، في حديث عبد الله بن عمر، وسعى بين الصفا والمروة وهو لا يشرك بالله شيئا،
غفرت ذنوبه، في رواية رجع كيوم ولدته أمه. ولذلك هذا الحج يشتمل على هذا الجهد العظيم، وهو أن تري لله سبحانه وتعالى أنك تريد المغفرة، فتمتثل أمر الله تعالى بالانتقال من هذه الشعائر التي قد أراد الله سبحانه وتعالى فيها الخير للحجاج. والحاج ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفق حجاجنا لكل خير، إن شاء الله يروحوا ويرجعوا سالمين غانمين، حجا مغفورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. احنا عندنا معاملة مع الله، وهو أن الإنسان لا بد عليه أن يحسن الظن بالله. أحسنوا الظن بالله، لأن الله لا يحتاج منكم إلى عبادته، ولا يسعى ربنا في عذابكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لا يزيد ذلك في ملكه ولا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى. هو محمود سبحانه وتعالى قبل حمد الحامدين، معبود قبل عبادة العابدين، قد اتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى قبل أن يخلق الخلق أجمع. ولكن من فضله علينا أن الحجاج ضيوفه، اختارهم من بين كل الخلق حتى يغفر لهم. ولذلك الحاج اللي راح الحج بالك يعتقد ما دام قد صدق مع الله في حجه واتخذ الوسيلة الشرعية الحلال، بالك يعتقد أن الله لن يغفر له. ولذلك روي كثير من السلف في موقف عرفة، وهو الحج الأعظم الأكبر، لأن عرفة والحج الأكبر، وقلنا هذا التعريف بالحج كما تقدم في بداية الكلام. وإنما سميت عرفة لما؟ قيل لأن الإنسان فيها يعترف بذنبه أمام الله، يعترف بذنبه أمام الله، يعترف بتقصيره وحاجته إلى الله في ذلك الموقف. ولذلك يدنو الله تعالى يوم عرفة من خلق، فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكل السلف يحذرون في يوم عرفة من شيء قد يأتي به الشيطان، وهو إذا وجبت الشمس أن تعتقد أن الله لن يغفر لك، فإنه أول ذنب يرتكب بعد عرفة. بالك تعتقد، يجيك الشك: ربي يغفر لي زعم ولا ما يغفر ليش وانت تدعي في عرفة؟ بالك، إياك أول ذنب يأتي به الشيطان، وإنما ما دعاك إلى مأدبته وضيافته إلا لكي يغفر لك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يكرم عباده هؤلاء الذين قد جاءوا وهم يريدون بذلك أن يعاهدوه على تجديد العقد معه سبحانه وتعالى. فإذا وجبت الشمس فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم عباده بالمغفرة، وهذا أمر عظيم لا بد للعاج أن يستحضره في ذلك الموقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع في ذلك الموقف أن يجمع في نمرة بين صلاتي الظهر والعصر حتى يتفرغ الحاج إلى الدعاء من وقت الظهر، وقت حتى تحجب الشمس وانت تدعي. علاش تدعي؟ قولوا لي علاش تدعي أيها الحاج؟ أنت في سفر، دعاءك مستجاب. كاين واحد الحاجة في الدعاء إذا ربي أعطاها لكم أحمد ربي سبحانه وتعالى، لا سيما من ابتلي في الدنيا. كل واحد فيكم عنده ابتلاء، يسحق واحد الحاجة من ربي سبحانه وتعالى، اللي عنده وليده مريض، اللي عنده باباه ويمه ميتين، اللي عنده دين، اللي عنده به أي حاجة من الأشياء يريدها. ربي يقيمك في الدعاء مقاما عظيما. هذا كل مقام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هما اللي يسموه العبودية،
هو اللي يحبوه ويفضلونه على استجابة الدعاء. وش هو المقام هذا؟ شكون يقدر يعرفه؟ شكون يقدر يعرف المقام؟ لأنك المقصود، شنو المقصود من الدعاء؟ هو شنو؟ هو رجاء حصول المطلوب اللي هو المدعو به. هذا موش مقام العارفين بالله، موش مقام الذي يعرف ربه، ليعرف ربي، ما يحوش يستجيب له الدعاء، لأن الله وعدك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تشك في وعد الله لك. مقام الأنس بمناجاته. شفت هذيك الطريق تاع صارك مشكل استجاب دعائك، هذاك التمسكين كاع هذوك الايامات هذاك هو المقام العظيم الذي يرجو السلف ان يبقوا فيه، يبقوا غير فيه. علاش؟ لانك تحس فيه انك قريب من الله. ما وفقك الله للتضرع اليه في هذيك الايام ولا الدقائق الا لانه يحبك، اعطاك واحد المقام، مقام الانس، قريب مني يده هذاك مسكين، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هذاك عبادة عظيمة، هذاك الذي يحبها الله من عباده، هذاك اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها أفلا أكون عبدا شكورا، وربي قد استجاب دعاءه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. علاش يطيل في السجود؟ قيس 9 أحزاب وهو يساجد، 9 أحزاب وحاط راسه في الأرض. علاش؟ وش يقول تما؟ وش يدير تما؟ وشنو؟ اغفر لي ذنبي، قد غفر له ما تقدم من ذنبه. لذة مناجاته. ولذا كانت الصلاة قرة عين له صلى الله عليه وسلم. كي يدخل في الصلاة هذيك اللذة، هذيك المقام، هذا المقام لا يشعر به الجاهل بالله، لا يشعر به من لا يتعلم شرع الله، من لم يتفقه في دين الله، من لا يجلس في مجالس الذكر والعلم. ما يجيش هذا الأمر يصلي ويروح للدار ويفت صباطه ويقلع، ما يحاولش يفهم. تاع بالو العباده هي تسجد تصلي وتروح. اديت الواجب عليك الذي هو شنو هو عند الفقهاء، وانك ابرأت ذمتك، يا ربي انا درت، انا صليت، بصح خرجت من الدنيا ولم تنل فيها بغيتها، وهي التي قال فيها ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى: ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره. وشنو هي؟ هذه المناجاه، هذه معرفة الله، تعرف ربي. ولهذا قال ربي النبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي وشنو؟ افتح لي الدنيا، اعطيني الدراهم بزاف، زدني علما فشنو علما بأي شيء؟ العلم بالله. هذا العلم بالله سبحانه وتعالى. إذا ازددت علما بالله فإنك تعلم أن الله يجيب، وتوقن أن الله يعطي، وأن الله سبحانه وتعالى جواد كريم. ربي يعطيه، ربي يعطيك لا تنفذ خزائنه، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء بالليل والنهار. تحوس انت على العطية، تحوس يعطي لك، تحوس ما الدنيا انت، تحوس هذيك المرتبة تاع يا ربي راني قريب منك، يا ربي راني نحس بك، يا ربي أنا أتلذذ بعبادتك وأقر على نفسي أني عبد. شفت علاش نادى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية؟ هذا لا تقرؤون كتاب شيخ الإسلام العبودية، مقام عظيم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله، سبحان الذي أسرى بعبده. علاش العبد وش الحق؟ ما قالش محمد، ناداه بأشرف الأسماء وهي مقام العبودية، ناداه بذلك الشيء الذي يريده، لأنها تلك الجنة إذا دخلتها خلاص. ولهذا قيل لبعض السلف: ما لنا ندعو الله تعالى، أو ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا. علاش ندعو ولا يستجاب لنا؟ فقال: إنكم تدعون من لا تعرفون، إنكم تدعون من لا تعرفون.
راكم تدعوا اللي ما تعرفوش. أنت كتقرأ القرآن قال ربكم ادعوني أستجب لكم ولله خزائن السماوات والأرض، ثم تقول ربي عنده كاع الخير اللي عنده، كل خير الدنيا هذه. أنت وش مقصودك في الدعاء؟ أعطيني هذه، يعطيك هذه الأخرى هي سهلة، بصح ما لحقتش أنت الحاجة اللي لحق لها الأنبياء والمرسلين التي نص النبي عليه الصلاة والسلام عباده على أن يكونوا أتباعه على أن يكونوا على هذا المقام، لذة مناجاته سبحانه وتعالى. شفت لماذا هذه الفائدة التي ذكرتها لكم هنايا؟ أو تذكرون مقام الاستغفار تاع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية شحال 100 مرة. علاش؟ لأنه ينتقل في الكمال من درجة كان جاهلا فيها بالله، وهذا الجهل في الكمال، مع أنت كل يوم يزيد معرفة بربي، كل دقيقة يزيد معرفة ربي، لأن ربي يفتح قلبه إلى أنوار فهم، كل مرة يزيد. ومعرفة الله ليس لها حد لأنها متعلقة بالله، فكل مرة يزيد معرفة إلى الله. فيستغفر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في مرتبة دون المرتبة التي أصبح فيها، وكان فيها قد قل علمه بالله، فيستغفر أنه قد زاد علمه وانتقل من رتبة إلى رتبة. وهذه اللي يقولها السلف، ايش يقولوا؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار، الحسنات تاع الناس الأبرار هي عند المقربين يعتبرونها سيئة. المقربين هذه كي دير انت حسنة هي عندهم كأنها سيئة، لأنهم في الكمالات يستغفر الله على أي شيء. حنستغفر الله وجوبا على الذنوب والمعاصي التي نرتكبها، هو يستغفر الله على أي شيء، على أنه انتقل من رتبة زاد فيها معرفة لله سبحانه وتعالى، أو يعرف ربي، كل مرة ربي يفتح له معرفته وينتقل. ثم يا ربي قبل هذه ما كنتش نعرفك هذه المعرفة اللي طلعتني ليها، فاستغفر الله، فيزيد استغفر الله وهو يرتقي في أعلى مقاماته. لهذا الله تعالى اصطفى عبده وصفيه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه وقر في قلبه هذا الفهم، فهم العبودية، هذه الصفة العظيمة هذه. لذلك هذا هو الحج. نسأل سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالحج جميعا. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان.
هذا الحج الذي نسعى إليه هو الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة الكرام: خذوا عني مناسككم. وحرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حتى ينظروا إلى حاله. ولذلك فإن الحج رحلة عظيمة لا بد للعبد أن يفهمها. وهذه الرحلة إن أداها الحاج على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى فإنه ليس له جزاء إلى الجنة. فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن الإشكال أن كثيرا من الناس لم يفهموا معنى الحج المبرور. الحج المبرور قد أشار الله تعالى إليه في القرآن الكريم، ثم بينه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية. فقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال الله تعالى في الحج بعد أن بين أيامه وبين مقصوده وهو الإتمام ظاهرا وباطنا، وأن الإنسان إذا أحسر فإن الله قد عفى عنه وجعله ما يجبر حجه من الفدية وغير ذلك. قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وش معنى الرفث؟ الرفث بمعنى الجماع ومقدماته، بمعنى أن الإنسان في الحج لا يقرب أهله حتى ينتهي من حجه، والانتهاء من الحج يكون بأن يطوف طواف الإفاضة. إذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل أكبر. والرفث منه ما هو محرم ومنه ما هو حلال. فالرفث هو الجماع. متى يحرم على الحاج؟ إذا فرض الحج. وأما الحلال فهو في باقي الأيام، وإلا فالرفث في الحج حرام وفي نهار رمضان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في رمضان وش قال؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فالمقصود به أن الإنسان يقارب أهله، فهذا من الحلال، ولكن يحرم عليه إذا بدأ الحج أو كان في نهاية رمضان. وأما الفسوق فهل فيه ما هو حلال وما هو حرام؟ الفسوق كله محرم. ولذلك جمع أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة. فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. القاعدة المعروفة من القواعد الحسان في تفسير القرآن. لما يجي اللفظ في سياق واحد في القرآن، يجي لفظان متقاربان في سياق واحد، فإنهما إذا اجتمعا في اللفظ تفرقا في المعنى. ولكن إذا تفرقا في اللفظ بمعنى يجتمعان في المعنى، كقول الله سبحانه وتعالى: البر والتقوى، الإيمان والإحسان. مفهوم؟ الإيمان والإسلام، الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. لكن إذا اجتمعا كما في حديث جبريل مثلا، الإسلام هو الظاهر من العبادة، والإيمان هو الباطن من العبادة. كذلك في قولنا الرفث والفسوق، قيل الرفث ما كان فسوقا لكن من الأفعال، والفسوق ما كان فسوقا من الأقوال. فلا تقول شيئا يشين ولا تفعل شيئا يشين، لأنه محرم. وخص الله سبحانه وتعالى من ذلك من شيء يشين قولا وفعلا، وهو من باب القواعد الحسان ذكر الخاص بعد العام.
إذا ذكر الخاص بعد العام فإن في تخصيصه مزية لازم الإنسان ينتبه إلينا. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لله كمل وملائكته ورسله، خلاص، وجبريل وميكائيل. شكون جبريل وميكائيل؟ شكون هذوما؟ وعلاش قال مع الأول الملائكة؟ قل من كان عدوا لله وملائكته، يدخل في جبريل وميكائيل، يدخل فيه، ولكنه نص عليهما، ولذلك ذكر الخاص بعد العام من باب التنبيه عليه، لأن له مقاما عظيما عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي قد نص عليه، لأن جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، وميكائيل عليه السلام هو رفيق جبريل في كل شيء، ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يرسلهما لتعذيب بني إسرائيل، يرسلهما جبريل وميكائيل، فكانت اليهود لا تحبهما، ولهذا كانوا لهم أعداء. فلما ذكر أن الذي يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل قيل هذان هما عدوا اليهود، فقال الله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فهذا الأمر من باب التنصيص، لأن الجدل يقوى في الحج. والله يا خوتي لمن حج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالحج. أعظم شيء يقوى في الحج والجدل، أعظم شيء يقوى في الحج هو الجدال، وهذه لازم المرشدين كل يوم لازم ينبهوا الحجاج عليها. بلا كل جدال في الحج، طفي كليماتيزر، شعل كليماتيزر، افتح الفريجيدار، اغلق الفريجيدار، خلي المفتاح، حط المفتاح، شكون دا البن، شكون دا الخبز، نروحوا منا، لا نروحوا منا، السنين تكه ناس. يسعدوا العقون في الحج، يسعدوا، مفهوم؟ اللي يروح ويولي عقون في الحج يسعدوا. علاش؟ لأن أعظم شيء يبتلى به الحاج هو الجدال. قل لي علاش؟ لما؟ لأن السفر يظهر جواهر الرجال، ولذلك تحب تعرف الراجل ما تعرفوش هكذا في الجامع يسلم معك، الله الله مقيوم، يعرف يلبس، يعرف يهدر، واش راك خونا لاباس الله يبارك ما شاء الله عليك. روح سافر معه وتشوف كيفاش، حط رجلك مع رجلو وروحوا، لا سيما إذا خلاصوا الدراهم. شوف إذا يحب ياكل وحده، إذا حاجة السمينة يديها غير له، إذا يتخبى على خاوته، إذا طاح بالرجال معاه وما يرفدهمش، التم يظهر الإنسان على حقيقته. هذا هو السفر، إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والإسفار هو بزوغ الفجر وبزوغ النهار يظهر. فلذلك السفر يغير من طباع الناس، يولي الإنسان مقلق فيبدأ بالجدال، لا ما نحبش أنا هادي، ما نحبش. يا سعد العقون في الحج، يا سعد لي روح حقيقة. هذا هو وأتم الحج والعمرة لله، يريد بذلك الله لا الدنيا، فلذلك لا يقع منه الجدال، يسكت. وهذا هو الحج المبرور. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا تفسير لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا هو الحج المبرور. وقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا له، فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله أنه سئل عليه الصلاة والسلام لما قال الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، قالوا: وما بره يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام. وهذه يا إخواني السلف الصالحين قد ضربوا فيها أروع الأمثلة. في الحج أتوكل الناس وتلين معهم بالكلام، أتروح لتماك أدراهمك تصرفهم على خاوتك، لأن في الحج كل واحد يزير مكتوبه، يزير وش يقدر. أولا خوف من الفقر، خوف من الجوع، وثانيا ينوي أن يجلب معه الهدايا.
حتى يعطيها للناس. فلذلك تراه يقدر ما عنده من الأرزاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قيل وما بره قال إطعام الطعام. وهنا تشوف الحجاج حقيقة لبيت الله، تلقى واحد حاج يخدم قاع خاوته في الغرفة، هو يتهلا فيهم، ما يمكن يجيب الماكلة ما يجيش بالحساب، وتلقى هذاك اللي يجيب قرعة تاع البن صغيرة تاع حليب صغيرة يحطها ويقيسها بالمسطرة شحال تخلص وتنقص. والله يا إخواني، والله نتكلم لكم هذا الأمر، أنا أشير إلى هذه الأشياء حتى يشير المرشدون إليها. هذا هو الأمر الذي لا بد علينا أن ننصح به الحجاج. راكم ضيوف ربي سبحانه وتعالى، ما تخافوش. والحمد لله اليوم الحج الدولة تاعنا الحمد لله راهي فتحت لنا الباب، الحجاج يروحوا ياكلوا ويشربوا، عندهم المطاعم رايحين، رحمة ربي مش كيما زمان. بالك تحسب مع الحجاج ضياف ربي داخلين على ربي سبحانه وتعالى ملك الملوك، دخل مع ربي سبحانه وتعالى، تحسب على خوتك، تجيب لهم خبز تحاسبهم ولا تفاح تحاسبهم. نويها كما ربي انت ضيفتني انا نضيف عبادك. هذه التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته، أن يرى الله تعالى فيك أثر الاسم والصفة، فالله كريم وصفته الكرم، وأثر الاسم والصفة أن تتعبد بها، وهو ماذا؟ أن يرى منك الكرم. ولذلك في ذلك الموقف تلقى هذاك، لكن تلقى ناس خدامين رجال وهم أسيادهم، تلقى ما يحسبش. قال ولين الكلام، تهضر مع الناس تهضر كلام مليح، ما كاش الغيبة والنميمة، ما كاش الهضرة الزايدة، لأنك في ضيافة الله مهما تجد وترى من أشياء اسكت انت ضيف عند ربي. تعرفوا قد ذكر السلف رضوان الله تعالى عليهم في تفسير قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. قد ذكر الطبراني رحمه الله تعالى عن عكرمة تلميذ ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ومولاه أنه في تلك الليلة ليلة القدر يكتب أسماء الحجاج. في ليلة القدر تكتب أسماء الحجاج. الحاج اللي راح الحاج ماشي عندي معرفة ونقدر نجيب باسبور، إلى ما ربي ما كتب لكش الحج حطك في القائمة والله ما تجيش، والله لن تستطيع أن تذهب، لأن الحجاج يكتبون في تلك الليلة ليلة القدر. ولهذا روي في التفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى بالآذان ماشي الآذان، ما تقولش الآذان، آذان مد غلط، الأذان وهو الإعلام، لأن الآذان جمع أذنين، أذن آذان، أذن يؤذن أذانا فهو الإعلام. فلما أمره بأن يعلم الناس بالحج قام على صعيد منى وأذن في الحج. فجاء في بعض الروايات التفسيرية أنه ما من نسمة سمعت النداء إلا وتستجيب له حتى ولو كان ذلك في أصلاب آبائها. معناتها أنت كي تروح تحج أك مكتوب من قبل، خلاص أنت من ضيوف الله. فلذلك يا ضيف الله أطعم الطعام وألن الكلام، قل حاجة مليحة لخوتك، قل حاجة مليحة لغيرك، لا سيما وأنت تعطي صورة المسلم السني وتعطي صورة بلدك وثقافته. احنا ما نازمش كي نروحوا لتماك يتكلموا علينا، هذه أمر آخر في الحج، لأنك تحمل صورة المجتمع الذي أتيت منه. وهنا نختم بشيء عظيم، هذا الشيء نستشفه من عرفنا وأعرافنا، والحمد لله مستمدة من شريعة الله سبحانه وتعالى، أن العرف من قواعد الخمس الكبرى، قواعد الخمس، والعرف معمول به ما لم يرد نص من الشرع الشريف لم يحد.
ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل العرف أصلا، قال وأمر بالعرف. وإذا كان من أعرافنا أن الحجاج تاعنا ما يروحوش حتى يكبروا، علاش؟ خليك جانب المال ما كاش ويطم، هذا جانب معروف، لكن علاش يخيروا بزاف يروحوا مكبر؟ وش مقصودهم؟ قولوا لي. ها؟ الختام يعاودش يغلط، يقول لك أنا نروح كبير باش ما نعاودش نغلط. هي مليحة وماشي مليحة، لأن الحج يحتاج فيه المرء إلى جهد بفتح الجيم وإلى جهد، فهو التعب النفسي والتعب البدني في نفس الوقت. ولذلك كانوا رحمهم الله تعالى إذا رجع الحاج من الحج رأيت النور على وجهه حقا، لأنه حقيقة يريد بذلك أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. اللهم خذ بأيدينا لما تحب وترضى، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. يا رب أكرمنا بالحج أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وعافية. يا رب ارزقنا لذة مناجاتك وعبادتك يا رب العالمين، وفقنا لمعرفتك حق المعرفة، واسلك بنا سبيل العارفين يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نعوذ بك من الرياء والسمعة، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما نعلم. نعوذ بك اللهم من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا رب حين على الإسلام والسنة وتوفنا عليهما. يا رب أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأوزعنا شكر هذه النعم التي أوليتها علينا وعلى وطينا يا رب العالمين. يا رب اجمع هذه الوجوه الطيبة النيرة في جناتك جنات النعيم. يا رب وفق إمام هذا المسجد الشيخ عبد الوهاب بناني لكل خير، واجزه خير الجزاء على هذه الندوات العلمية والجلسات التوعوية التي يريد من ورائها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبصير المسلمين بدينهم وتعليمهم ما في كتاب الله تعالى وما في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رب زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام